السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. هنتكلم النهاردة في محاولة جادة للنهوض بالاقتصاد المصري، ونقول بعض الآراء المهمة جدا في الاقتصاد. والهدف الأساسي من القناة إيه عشان الكل يعرف محتوى قناة كبسولة بيزنس. لما فكرة قناة كبسولة بيزنس جاتلي كنت عايز أقدم عليها محتوى يفيد الشباب عشان يوصلوا للحرية المالية ويوصلوا للاكتفاء الذاتي. ما يبقاش العائق قدامه في سوق العمل انه مش لاقي شغل. لا، لو ما لقيتش وظيفة نمي مهاراتك، زود خبراتك في المهنة بتاعتك، واسمع وتعلم في الاقتصاد وفي البيزنس وفي التسويق، وافتح مشروعك. إن كانت الظروف اللي انت عايش فيها سواء اقتصادية أو ظروف اللي انت بتمر بيها هي العائق قدامك عشان تكمل حياتك وتعيش حياة كريمة، حاول اشتغل على نفسك أولا. انت المسؤول عن انك تعيش حياة كريمة، وانك تجتهد عشان توصل للحاجة اللي انت عايز تبقى فيها. زائد تالت حاجة، انت اللي بإيدك القرار. هتاخد خبرة في المجال الفلاني فهتشتغل فيه، هتاخد نصيحة من حد هيعلمك، هتاخد خبرات اقتصادية. ومن وجهة نظري أنا إسلام إبراهيم، إن المعرفة في الاقتصاد من أهم الحاجات اللي هتفيدك في شغلك عامة. ليه؟ لازم تبقى مطلع بالظروف الاقتصادية من حولك. لازم تبقى فاهم الظروف التجارية، امتى في نشاط تجاري بيحصل، عشان لما تقدر تحدد الظروف الاقتصادية الصحيحة اللي بتمر بيها وطنك، سواء بقى انت مصري خليجي من العراق من سوريا ايا كان، انت صانع قرارك، صانع عملك. لان في النهاية انت لو فضلت نايم على السرير محدش هيجي يديك فلوس يقولك خد عيش، محدش هيديك فلوس يقولك خد مبلغ الفلاني روح اتجوز. لا، انت اللي بتصنع قرارك وقرار شغلك، وانت اللي بتتخذ القرار امتى اروح اشتغل في المكان الفلاني لان دي فترة انتقالية، بعد كده حسن من وضعي. طب ده انا ممكن اخد كورس عشان ازود خبراتي وابدأ اشتغل في التخصص بتاعي. هي الحياة كده، هي المحور اللي احنا بنتكلم فيه على القناة كده. انا بقدم لك مشاريع بشوفها مميزة، افكار في البيزنس، طرق واساليب في التسويق. بنشرح التسويق الرقمي الالكتروني الديجيتال ماركتينج بشكله الجديد، مش الافكار القديمة اللي هي عن التسويق المباشر. عملنا فيديو برضو عن التسويق المباشر والغير مباشر. زائد ازاي تتأهل لسوق العمل، ازاي لما تواجه مشاكل في سوق العمل او مشاكل ادارية في شغلك ازاي تتحلها وتتغلب عليها وما تبقاش عائق قدامك. لان كتير جدا في حياتي اليومية بشوف ناس لما مثلا بيشتغلوا في مكان وما بيكونوش فاهمين المهام بتاعتهم الوظيفية يبدأوا يزعلوا او بدل ما يتفاهموا مع الجهة اللي هم شغالين فيها يحصل صدام، وبالتالي الموظف بياخد قرار انه يستقيل ويشوف حاجة تانية يشتغل فيها. ما يبقاش الهدف الاساسي الاستقالة. اي مكان هتاخد منه خبرة. ان شاء الله نجتهد سوا مع بعض على قناة كبسولة بيزنس في تقديم محتوى يليق بالمصريين، محتوى مفيد سواء على مستوى البيزنس، على مستوى التسويق، على مستوى فهم الاقتصاد المصري، وفهم ازاي تفهم الاقتصاد عشان لما تفتح مشروع تنجح فيه وتحقق فعلا طفرة. ده بالإضافة زيادة الوعي المصري، وازاي تقرأ، ازاي تغير من نفسك، ازاي يبقى المعرفة هي الوسيلة انك تخرج بيها من الفشل ومن الاكتئاب ومن كل حاجة بتضايقك. لان يظل المشكلات بتأثر في الانسان، زي مثلا انه مش لاقي وظيفة مثلا مناسبة ليه، مش لاقي شغفه في المكان اللي هو بيشتغل فيه. الحل ان انت تكتشف نفسك وتعرف عن الحاجات اللي انت بتحبها وتبدأ تشتغل وتحدد بقى تشتغل في ايه او ايه. هي دي النقاط اللي هنشتغل فيها ان شاء الله سوا مع بعض على قناة كبسولة بيزنس. اتمنى تتابعونا
وتستفيدوا من كلامنا ان شاء الله، وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. مع اسلام رين، السلام عليكم.